السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة جايب لكم فيديو بيتكلم عن الجنيه المصري بيعمل كام النهارده، وايه الفرق جنيه اغلى من 5 جنيه ليه. بس قبل ما نبدا هنصلي على النبي، ما تنسوش يا جماعة الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس عشان المشاهدات بتاعتكم واللايكات يا جماعة والله بتفرق معانا كتير قوي قوي قوي. اي حد بيقدم محتوى، ويا رب اي حد بيشغل اي مجال يا رب ربنا يرزقنا جميعا يا رب، ويفتح علينا يا رب، ويصب علينا من الحلال صبا كالماء المنهمر يا ارحم الراحمين يا رب، وقرب كل مغروب يا رب، وسد الجميع ديوننا يا ارحم الراحمين يا رب العرش العظيم، ويسترها معانا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه ويشفي كل مريض. النهارده يا جماعه الفيديو بتاعنا جايباه بيتكلم عن الجنيه المصري بيعمل كام، اللي هو القديم اللي هو البنك المركزي او البنك الاهلي، وسنه كام اللي معانا سنه، وبتعمل كام، وعملتها كام النهارده، سعرها كام النهارده متداول، وحالتها عامله ايه. مش ايه يا جماعه، حاله الفلوس يبقى كويس، ما تجيبش فلوس مقطعه مبهدله خالص وتقول لي دي تعمل كذا، مستحيل. ما تجيبش حاجه جديده زي حاجه قديمه، لازم كان حاله الفلوس اللي معاك كان كويسه جدا عشان تعرف تبيعها بسعر كويس. الفلوس اللي معاك برضه هتتباع بس مش بسعر كويس زي ما انت فاكر. حاول تحافظ على الفلوس اللي معاك. النهارده نشوف الجنيه عامل. طبعا اللي عنده فلوس قديمه وعاوز يبيعها، انا قلت لكم قبل كده الفلوس دي بتتباع فين، زي ما قلت لكم يا جماعه قبل كده في الفيديو اللي قبل كده واللي قبليه. حاول اذا غلبت خالص على الفيل تلاقي ناس كتير بتشتري وحاطه ارقام تليفوناتها. تعالوا نشوف الفلوس القديمه اللي معاك تساوي كام. اول حاجه نبدا بسم الله كده، ده مكتوب عليها ايه، البنك المركزي المصري، سنه كام، 1961 1961. ده بالنسبه للجنيه المصري. فاكر ساعه قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي فات الجنيه شبه ال5 جنيه، في شبه من 5 جنيه جامد قوي. خليكم معايا كده، ده بالنسبه للجنيه اهو، ال5 جنيه بالنسبه للاثنين، بس الجنيه اغلى من 5 جنيه. الجنيه ده اغلى من 5 جنيه. ال5 جنيه قلنا بتعمل كام، في حدود 150 جنيه. 100 جنيه من 150 جنيه اقصاها خالص 200 جنيه. الجنيه بقى اغلى كتير جدا. اللي معاه جنيه ما يرموه، لما الجنيه المصري صح علينا جميعا يا رب، ويحفظ بلادنا يا رب بحق حبك النبي يا رب، ويصب عليها المال على صبا كمان، ويحفظها لنا يا رب. مصر جميله جدا بكل حاجه فيها وبناسها الطيبين، ومصر جميله جدا. ذكر القران طبعا. انا عن نفسي بحب مصر جدا جدا. ده بالنسبه للجنيه القديم. وجنيه الملك فؤاد برضو سعره اغلى واغلى. اللي معاه الجنيه بتاع الملك فؤاد او الملك فاروق اغلى واغلى، اللي هو عليه صورته اغلى بكتير، اغلى من الجنيهات دي بكتير جدا. ده بالنسبه للجنيه المصري اهو، الوش بتاعه وده الظهر بتاعه. وده الجنيه اللي هو البني، ده سنه كام، 1968. ده مكتوب عليه ايه، البنك المركزي المصري. يبقى ده بنك مركزي وده بنك مركزي. تعال نشوف كده معانا حاجه البنك الاهلي ولا لا. معانا البنك الاهلي. ده طبعا اغلاهم كلهم. اي حاجه مكتوب عليها البنك الاهلي المصري اعرف ده اغلى عمله معاه. 10 جنيه 5 جنيه اي حاجه مكتوب عليها البنك الاهلي المصري اغلى من العمله البنك المركزي. كام، تعال نبص كده، هو فين كاميرا قوي بس لا حاولت جبته برده اهو، سنه 1957. ده بالنسبه للبنك الاهلي المصري سنه 1957. ده الوش بتاعه، ده الظهر بتاعه مختلف طبعا. الظهر ده مختلف عن الظهر ده خالص، ده حاجه وده حاجه. بصوا كده على التصميم، ده مختلف عن ده خالص. ده بالنسبه للجنيه البنك الاهلي والبنك المركزي. الجنيه ده بيعمل كام والجنيه ده بيعمل، اقول لكم الجنيه الاهلي البنك الاهلي بيعمل كام، والجنيه المصري والجنيه البنك المركزي بيعمل. اللي هو البنك الاهلي بيعمل من 1000 جنيه ل 3000 جنيه، والبنك المركزي بيعمل من 1000 جنيه ل 1000 ونص. يبقى اغلى من 5 جنيه زي ما انا كلمته، اغلى من 10 جنيه.